مجلس الشعب، هو من السلطه. والنهارده احمد حسام بيحظى بحب واحترام شديد من الكابتن محمود الخطيب، وهو اللي كلفه بالملف ده وخلص هذا الملف. ثم قال للاستاذ ايمن حسين، كان في الصوره طبعا، وتعالى وحكايه وروايه، وقعدوا تمموا كل شيء واتفقوا على كل شيء فيما يخص العلاقه مع نادي مع احمد زيزو، وتم التوقيع واستلم الشيكات وكل شيء بقى تمام التمام. يا استاذ هاني. الو يا استاذ هاني، عامل ايه؟ يا استاذ ابو المواطي، اخبارك ايه؟ معانا الاستاذ هاني عصام مراسلنا في نادي الزمالك العظيم اللي طبيت مولع الدنيا على اون سبورت وفي الام بي سي وفي كل حته. عندنا خبر مفاجاه وممكن يبقى خبر زلزال. انا اعرف ان في مفاوضات، لكن هو قال لي ده وقع في الاهلي يا اسطوره. يا استاذ هاني اهلا بيك. ازيك يا استاذ ابو المواطي، عامل ايه؟ طمني يا استاذ هاني، عندك مفاجاه زلزال انا مش عاوز اقولها لان ما حدش من الاهلي لسه قالها لي. طيب، الاهلي حصل على توقيع محمود حمدي الونش. في مثل هذه الامور نكرر الجمله 3 مرات يا صديقي. الاهلي حصل على توقيع محمود حمدي الونش. نقولها بقى بمقام النهواند. التوقيع تم قبل ما يوقعوا مع زيزو كمان. طب نقولها على مقام السيكا. الاهلي حصل على توقيع مين يا استاذ ابو المواطي؟ ايوه الونش. ايوه، انا قلت هنا ان ونش على الطاوله، انت بتقول ان هم حصلوا على توقيعه قبل توقيع زيزو. الينا التفاصيل جميعا كده نسمعها من الاستاذ هاني عصام النجم التلفزيوني الشهير. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا ريس، هو الاهلي مضى الونش من فتره. موقف الونش مختلف عن زيزو شويه، يعني الاهلي مع زيزو والراجل خد مقدم عقد وكل حاجه. الونش لسه ما خدش مقدم عقد، ما يجراش حاجه. مضاه والاهلي مستغل الموقف الدفاعي بالنسبه له الفتره ديت. عشان ياسر وربيعه لسه الاتنين ما جددوش، وياسر ابراهيم والراجل مش معجب بمصطفى العش، فالدنيا مش واضحه بالنسبه لهم. ففي حاله ان الاهلي الموقف الدفاعي بتاعه حصل اي نقص، لعيب ما جددش، حتى اشرف داري كمان، اكيد انت عارف ان اشرف داري مش محل ثقه. هو النهارده اول ماتش يعمله عدل النهارده بالظبط. الونش سيتم تفعيل مقدم العقد بتاعه. سالت بقى بعد ما جت لي المعلومه، سالت الناس في الزمالك، طب انتوا يا جماعه هو انتوا الونش عقده خلص، انتوا عملتوا ايه مع الونش؟ قالوا احنا اتفقنا مع الونش على كل حاجه. اتفقنا ما وقعناش. قالوا خد بقى دي، قلنا له يلا نوقع، قال لا خلوني اخر واحد. الله 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 الله، دي خطه الخداع الاستراتيجي دي. خلوني ايه؟ اخر واحد. يعني اتفقوا معاه وفي الاخر قال لهم خلوني اخر واحد. اخر واحد زي ايه؟ زي اخونا عبد الله السعيد. هل تعلم يا استاذ ابو المعاطي؟ عبد الله السعيد، بس عشان الناس ايه في الزمالك هتطلع وهتقول لك اللي اتفقنا وبتاع، لا لم يحدث اتفاق حتى الان مع عبد الله السعيد. عقده كام؟ ياخد 15 مليون جنيه. الزمالك عرض على عبد الله السعيد يلا نجدد ب 20 مليون جنيه، عبد الله رفض طبعا، لان انا عارف انه جاي له عقد اعلاني من نادي استثماري بيلعب في الدوري الممتاز كبير. طلب كام؟ طلب 30 مليون جنيه في الموسم. عبد الله السعيد 30 مليون في الموسم، ده اللي هو بياخده. فانت اللي حطيت نفسك في الازمه دي، انت اللي حطيت نفسك في المشكله. والغريب بقى بالنسبه لي الحقيقه، يعني لو تديني الفرصه عشان لا خد فرصتك تماما، احنا جايبين لك بعد الماتش كل الدنيا معانا. حاله الصمت التام من جانب مجلس اداره نادي الزمالك. هل مجلس الاداره اكتفى بتصدير ميدو في المشهد؟ رقم واحد. رقم اثنين، الغريب بالنسبه لي والمدهش ان التسريبات بقى بتطلع ان ميدو قال للمجلس من اول ما جه ده مضى في الاهلي وسيبكم منه. وعمرو يا نهار ابيض يا نهار ابيض. من اول ما جه يعني من شهرين 3. بص، هي العلاقه ما بين ميدو وزيزو مش حلوه. انا عارف، وابوه قال الكلام ده. من الاخر سيبك بقى من حكايه الفيديو اللي اتبعت لنا وكان لا، هو زيزو حاسس، والد زيزو حاسس ان ميدو عايز ياخد شو او لقطه عليهم. ايوه، من الاخر ده الخلاصه يعني. ايوه. طيب بما ان الكابتن احمد حسام ميدو عارف ان زيزو مضى، طب ليه ما قالش الاستاذ عمرو الجنايني يا استاذ عمرو امسح التويته اللي انت كتبتها؟ ده انا عارف ان الواد انه مضى. الواد مضى يا جماعه. بس هو لما عمرو كتب، خدت انا فرصه ان انا اعلم عليه هو وعمرو اديب الاثنين برضه. يعني بتبقى ارزاق يا عم هاني. للاسف اداره يعني لو عايز تجيب الحقيقه بمنتهى الصراحه، عايز تجيب نموذج من اسوأ النماذج في اداره ملف في تاريخ الكوره في مصر، ما حدث من مجلس اداره نادي الزمالك في زيزو. لا تاني، خلي بالك انت راجل جوه نادي الزمالك وعارف دبه النمله.
ده اسوأ اداره لاي ملف، في تاريخ الكوره في مصر، مع ان يا اخي الوزير اللي جايبهم وكان متمسك بيهم وعاوزهم يعني وفضلهم الطريق. الناس انتقدت الاهلي عبد الله السعيد، الاهلي امكانياته الماليه كانت اعلى من الامكانيات الماليه لعبد الله السعيد، فكان قرار مجلس اداره النادي الاهلي كان اقل، قصدك الاهلي ما رفض المغالاه الماليه بالظبط، فالاهلي كان قرار مجلس اداره ايه؟ انا مش هجدد. لو انت عاوز زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال له ربنا يوفقك. بالظبط، خلاص كان القرار ان انا مش هجدد لك. السؤال اذا كان الامكانيات الماليه لمجلس اداره نادي الزمالك لا تناسب عبد الله السعيد، لماذا لم يتم بيعه في اغسطس؟ يصدر المعاطي 27 اغسطس 2025 لا 2024 2024 مجلس اداره نادي الزمالك اخذ قرار نهائي ورسمي ببيع عبد الله السعيد. بيع زيزو ولا عبد الله السعيد؟ ببيع زيزو عفوا. ايوه ركز معايا هاني، كلهم نجوم كبار. ببيع، يبقى التاريخ القرار اتخذ في اغسطس ببيع عبد الله السعيد الى نادي نيوم السعودي. ببيع زيزو عفوا. يا لهوي انا اللي بقيت اتلخبط. زيزو لنادي نيوم السعودي. الفرحه مجلس الاداره فجاه، لا مش مجلس الكابتن حسين نبيب ومجلس الاداره فجاه، لا ستوب، مش هنبيع الواد. كان البيع بكام يا استاذ هاني؟ كان ب6.5 مليون دولار. لنادي ايه يا استاذ هاني؟ لنادي نيوم السعودي. اللاعب كان هيحصل على كام يا استاذ هاني؟ عبد الله السعيد كان هياخد لا زيزو كان هياخد في 3 سنين حوالي 11 مليون دولار. 11 مليون دولار، الله يفتح عليك. طب انت ما رضيتش تبيعه، حلو، طب هتجددت له؟ يعني انت ولا بعته ولا لا. والغريبه بقى المستفز والحاله الغضب ان انت قلت مش هبيع يا عبد الله زيزو عشان خاطر زيزو الجمهور هيهاجمني. طب ما بالك بزيزو يرحل الى النادي الاهلي يا لهوي، ده يعني تعرف ان دي صفقه القرن. يعني انت ما بعت زيزو عشان الجمهور ما يشتمنيش، اما هم اعتبروا صوره عبد الله السعيد صفقه القرن، امال دي تبقى ايه؟ وبقول لك يا استاذ ابو معاطي، ايه مع احترامي لزيزو، يعني ايه لعيب مجلس اداره بالكامل يتفاوض معاه ومش عارف يخلص معاه؟ محبين للنادي داعمين ايه يا جماعه؟ لا وخلي بالك والجيران والحطابين في الجبال والعجائز حول النار المدفأة كلهم كانوا بيتفاوضوا مع زيزو. انت عارف ليه النهارده الدنيا كلها ميدو قابل زيزو، قابله في التدريب. يا زيزو مضيت، قال له اعتبرني مضيت. قال له كده؟ اعتبرني مضيت. طب هنقعد بعد التمرين. المهم ايه، خلص التمرين بتاعه زيزو قال لك انا مش هقعد. ايوه انت قلت اللي انا لسه قايل. ميدو طلع للمبنى الاداري. ايوه في وقتها النهارده اللي موجود اجتماع المكتب التنفيذي لنادي الزمالك. ميدو كلم مين؟ كلم الكابتن هشام نصر. يا كابتن هشام حصل 1 2 3 زيزو ما ينزلش الملعب، ما يلعبش تاني. على فكره بس لعلم حضرتك ما فيش حاجه اسمها لعيب تستبعده لنهايه الموسم وما يلعبش. اللاعب لو قدم شكوى للفيفا هيكسب غير كده يا عم، غير كده. ده هو الورقه الرابحه عندك اللي مكسب منتخب مصر، ثم اللي مكسب سيراميكا كمان. الكابتن احمد حسام ميدو قبل ما ياخد القرار ده ما سالتش يا كابتن احمد هو مين زيزو ليه كام؟ انت ما تعرفش ان زيزو ممكن يفسخ عقده مع النادي على فكره؟ له كام زيزو؟ متاخره. لا زيزو ليه مستحقات متاخره اصلا، بيقولوا لي في حدود 50 60 مليون. ومش من حقك ان انت تخلي لعيب يتدرب منفرد. لو الفيفا دلوقتي يا عزاب المعاطي بعد تعديلها مش من حق اي نادي انه يجبر لعيب انه يتدرب او يستبعده من الماتشات. هل اللعيب اتخانق مع حد؟ لا. هل في قرار تأديبي بحاجه؟ برضه لا. ما انا عشان كده بقول ايه، يعني فكره ان النادي الاهلي بيلعب اكرم توفيق وبيستفيد منه، والزمالك بياخد اجراء ضد مين؟ ضد زيزو. بس الله يفتح عليك. النهارده بيلعب اساسي هو في الدور ربع النهائي، واللعيب عاوز ايه؟ عاوز اسمه يبقى كبير وعاوز يأدي على افضل ما يكون وهكذا. وحضرتك عارف كويس جدا ومش المسؤولين في النادي الاهلي حاولوا ضغطوا على اكرم توفيق بعد ما الشمال القطري. أيوه. وكل المحاولات بقت بالفشل. بقت بالفشل. ان الزمالك، انت هقول لك على حاجه، نادي الزمالك نفسه تواصل معاه. وميدو ما تواصل مع رامي ربيعه وياسر ابراهيم وخالد عبد الفتاح وكل الناس. سؤال، هو مين قال للكابتن احمد حسام ميدو ان رامي ربيعه عايز يجي يلعب في الزمالك؟ هو معنى ان رامي ربيعه بيقول لك يلا يمكن ده رامي ربيعه بيراميدز عرض عليه 5 مليون دولار في 3 سنين. لا يمكن رامي ربيعه عايز يقعد مع ميدو عشان الجلسه تتسرب للنادي الاهلي ويضغط على النادي. وعلى فكره رامي ربيعه كتاني كابتن رفض انه يقعد ورفض انه يتواصل، وميدو ما حدش رد عليه في اللعيبه دي كلها غير خالد عبد الفتاح. يعني الشيء المحزن بصراحه في قصه احمد سيد زيزو، انا بقول لحضرتك في حاجه بعيد بقى عن اللعيبه والكلام ده كله، في حاجه اسمها هيبه النادي. هيبه النادي ضاعت. في حاجه اسمها هيبه، في حاجه اسمها كرامه، في حاجه اسمها النادي نفسه بحجم شعبيته.
للاسف مجلس الاداره، انا بقول لحضرتك تاني، ادار الملف بشكل خاطئ. طب عاوزين يا استاذ هاني، احنا رحنا لزيزو ونسينا الانفراد الحصري اللي انت بتقوله ان الونش وقع للنادي الاهلي، ماذا لديك من معلومات في التفاصيل؟ الونش في انتظار قرار النادي الاهلي، هل سيتم تفعيل العقد ولا خلاص الونش يجدد مع نادي الزمالك؟ لكن هو مضى ال4 نسخ. الونش مضى وخلص كل حاجه مع النادي الاهلي. عندك تفاصيل كان مع مين؟ لا الحقيقه مش عارف مين المسؤول. طب ممكن تقول لي الفرق بين حاجتين؟ اتفضل. احمد حسام عوض الذي نجح في توقيع زيزو، واحمد حسام ميدو، يعني الفرق بين عوض وميدو ايه؟ الفرق ما بين الاثنين الفرق ما بين احمد حسام واحمد حسام حاجه بسيطه جدا. أيوة. ان احمد حسام عوض مضى زيزو، وكابتن احمد حسام ميدو طفش زيزو. لا مش طفش زيزو. اعظم انجازات الكابتن احمد حسام ميدو يعني هو مش اعظم انجاز، هو كتب على صفحته من ايام ان فريق 2005 وفريق 2007 داخل نادي الزمالك حقق الفوز على النادي الاهلي. فده الفرق. الكابتن احمد حسام عوض خلص زيزو، وكابتن احمد حسام ميدو شايف بيتفاخر بفرقه 17 سنه ان 17 و15 و18 يعني حلو تمام. أيوة بس هو أيوة. معلش يعني معلش يعني هل لما في 2005 و2007 كسب الاهلي فده على فكره حضرتك انت المفروض انك تكسب الاهلي، والمفروض ان فرق الناشئين تكسب الاولاني. والزمالك نادي كبير يا هاني، ده هم قزموا نادي الزمالك ده، حتى لما قال لك احنا البعبع، انت مش بعبع، انت قطب الثاني للرياضه المصريه مع النادي الاهلي. يا استاذ ابو المعاطي، مجلس الاداره الحالي بمنتهى الصراحه اكتفى بدور المشاهد على وتر الجمهور من اول ما جه، ان انا ادي حاجه كده اكبر قلعه رياضيه في مصر، ادي حاجه ان احنا هنرجع موضوع نادي القرن الافريقي. يا كابتن حسين لبيب، حضرتك في مقابله تلفزيونيه مع الاستاذه نميسه الحديدي قلت لها بقول لك ما تخليني، اما جابت سيره ان انت ممكن تضم ايوه ما تخلينيش احط الموضوع يا استاذ حط الموضوع في دماغك يا كابتن لبيب. كابتن حسين لبيب، عايز اقول لك على حاجه ملخص بس، يعني اللي حصل مع زيزو حصل مع جوميز. يعني مجلس اداره نادي الزمالك لما جوميز مشي كانوا بيتعاملوا مع جوميز انت عمرك ما هتمشي وانت هتقعد وهتروح فين يعني. ممكن اسال سؤال يا هاني؟ اخر تبرع سمعته من اعضاء مجلس اداره الزمالك برقم حل مشكله؟ انا مش عارف كام، بس في حاجات مثلا معروفه. يعني كابتن حسين السيد ادى قرض، ده كابتن حسين السيد يا عيني اشتغل وفي الاخر قعدوه على جنب واتبرع للنادي، وده راجل محترم جدا للامان. ما هو استاذ ابو المعاطي، هو انا على فكره مش جايب مجلس الاداره عشان خاطر يتبرع، بس المجلس ده قال انا عندي حل لكل المشاكل. يا استاذ ابو المعاطي، مش دول رجال اعمال؟ يعني ايه رجل اعمال؟ يعني راجل يبقى عنده افكار زي احمد حسام عوض كده اللي مكسر الدنيا. فانت المفروض تيجي مش مجرد ان انت هتدي قرض للنادي مبلغ كذا، هتدفع للنادي مبلغ كذا، لا حضرتك المفروض نادي الزمالك هتجيب منه فلوس ازاي؟ مجلس اداره نادي الزمالك كان بيجيب الفلوس من سنه ونص منين؟ استاذ ممدوح عباس رقم 1، ناخد قروض من البنوك رقم 2، لو بعض اعضاء مجلس الاداره هيدوا قروض للنادي. هو ده المورد المالي لنادي الزمالك. الشهر اللي لسه خلصان ده العمال اتاخروا لحد قبل العيد بيومين ما قبضوش. هقول لك على مفاجاه، فريق الفولي بتاع السيدات اللي كان بيسافر نيجيريا ما كانش مسافر نيجيريا. ليه؟ مش لاقيين 4 مليون جنيه 4 مليون جنيه. طب فين هشام نصر يا عم يدفع، ولا حسام المندوب؟ بلاش هاني بيرزي ولا هاني شكري. بص الفتره اللي فاتت ولا عمرو ادهم، تحس ان مجلس الاداره رمى الفوطه. ما تفهمش هل خلاص يعني الموضوع بالنسبه لهم كده موضوع اتقفل. وانا ضد ان انت تقول ان الزمالك مش هيقف على حد فيمشي خلاص. لا الزمالك يقف طبعا، ما وقف على فرجاني ووقف على طارق حامد ووقف على بن شرقي. عقودها واللي عايز يمشي، مفيش حاجه اسمها كده. خلي بالك انا اشعر ان هذا المجلس في ايامه الاخيره او في اسابيعه الاخيره خلال يعني اول السنه او في يناير، انا بقول لحضرتك حسام عبد المجيد او محمد السيد كمان واحد. لا محمد السيد الاهلي متفق معايا هاني لما ما راحش نوتنجهام فورست. حسام عبد المجيد مصمم على التوقيع ويقول لك اجدد بس احط شرط للرحيل. 5 هم قالوا له خلاص نحط شرط 5. والاهلي حطوا حسام عبد المجيد في دماغه، والسبب هي تجاوزات بعض المسؤولين في نادي الزمالك ضد مسؤولي النادي الاهلي وتحالفهم مع بيراميدز ضد الاهلي. لا قصه ان انت حافظ على لعيبتك بقى وربنا يوفقك باذن الله وجدد. ده انت بتتكلم يا استاذ ماطي حسام عبد المجيد محمد السيد يعني لسه ناشئين، يعني مش بقول لك ناشئين، مش عارف تجدد الناشئين بتوعك. فالاول محمد السيد مثلا، ايوه ما هو لعيب ناشئ ومش عارف تجدد له. صحيح بالظبط. باقي في عقده سنه ونص بس. ومش عارف تجدد له.
مش عارف تجدد له، ومش عارف كمان حتى ياخد ناشئ من النادي الاهلي، حتى حمزه علاء مش عارف ياخده. وهتاخد حق يا استاذ معاذ، معلش وانا اخد حمزه اعمل بيه ايه؟ ما انا عندي محمد صبحي. اهو يبقى خد حد من ريحه الحبايب يا هاني. هو انا مجرد ان انا يا هاني يبقى خد حد من ريحه الحبايب يا هاني. اتمنى ان الكابتن حسين لبيب ومجلس الاداره يظهر. كابتن حسين لبيب ومجلس الاداره في حاله اختفاء تام، في حاله يعني ميدو هو اللي موجود متصدر المشهد. طب يا جماعه هو مجلس الاداره اللي هيتحاسب، يعني ميدو كمان مسؤول، بس مجلس الاداره في الاخر هو اللي موجود. فمجلس الاداره مختفي. ضربه جامده دي. وانا معاك دلوقتي الاخوه في بين سبورت بيتابعونا وبلغوا الاستوديو ان الونش وقع. عارفين طبعا ان احنا حصرياتنا قويه يعني، وقالوا دلوقتي على بين سبورت. قالوا على الخبر دلوقتي يعني. قالوا على الخبر دلوقتي بعد لسه قايلين دلوقتي اهوت وكده قدام الشاشه يعني، والناس قالوا لي كاتبين لي، فالحمد لله احنا بنقول والناس كلها بتنقل عننا. بيقولوا لي كمان ان ابراهيم فايق قال ان زيزو اهلاوي 100%. كويس ان ابراهيم فايق قال متاخر بعدنا ب 10 ايام. برضو ابراهيم فايق يعني ايه لما بيلاقي الاسطوره قال قلبه بيجمد، فبيقول يعني ان ياتي متاخرا اسبوع يعني افضل من الا ياتي. الحمد لله يا عم هاني، الحمد لله. مش عايز تقول حاجه للكنبه اللي انا قاعد عليها؟ هاني حبيبي يا ريس سامعني؟ بقول لك مش عاوز تقول حاجه للكنبه اللي انا قاعد عليها، تقول لي ربنا يديم عليك الكنبه وكده وبتاع؟ موفق دايما يا ريس كده. حبيب قلبي يا هني يا نجم النجوم. حبيبي يحفظك يا غالي. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. عنديش حاجه اقولها اكتر من اللي انتوا سمعتوه. الراجل اللي بيقول قال لك احنا جاهزين بشيكات مفتوحه، والاهلي لديه لعيبه ايضا في فتره انتقال حر دلوقتي زي رامي ربيعه وزي ياسر ابراهيم. الا تخشى ان يكون رد الزمالك على الاهلي بالصفقتين دولت، بما انه الزمالك محتاج ان هو يرد الرد ده، وبما انه الزمالك قال هذا التصريح بالفعل ان هناك شيكات مفتوحه للتعاقد مع لعيبه من النادي؟ قالها مسؤولين في الزمالك يعني. قالها مسؤولين في نادي الزمالك. طب خليني اقول يعني احنا بنتكلم على التاريخ والارقام، ولما يتكرر الحاجه دي مش صدفه ابدا يعني. خلينا نقول ان الاهلي على مدار مثلا ال 40 45 سنه اللي فاتوا، من ايام كابتن جمال عبد الحميد، من ايام كابتن يعني كل اللي راحوا من الاهلي للزمالك، من الاهلي للزمالك اوكي، ما كانتش ابدا رغبه الاهلي هي الاساس ان الاستمراريه يكون موجود معاهم خالص خالص. ده حقيقي على فكره. يعني هات اي حد باستثناء تمام، ما كانش رايحين الزمالك. بتكلم على عبد الله كان اكتفى الزمالك بصوره، لكن رمضان صبحي عشان ابقى امين جدا في الطرح، رمضان صبحي واحمد فتحي كانت رغبه الاهلي ان هم يستمروا تمام ماشي. لكن هم فضلوا، لكن تحديدا مع الزمالك لا، اي حد انتقل من الزمالك للاهلي ما كانتش رغبه الاهلي الاساسيه ان هو يكمل اساسا يعني. فده لما الاهلي للزمالك، من الاهلي للزمالك ما كانتش رغبه الاهلي للاهلي، لا من الاهلي للزمالك ما كانتش رغبه الاهلي الاستمراريه فكانت فضله خير الاهلي. عارف لما يجي تقول لواحد مثلا ايه يعني انت عامل لي ايه، فيقول لك فضله خيرك فلان ماشي. فضله خيرك فلان. ففضله الخير دي كانت مستمره من الثمانينات لحد دلوقتي. مفيش حد ابدا الاهلي كان على صراع او على جديه او على اصرار ان هو يكمل وفضل ان هو يروح للزمالك خالص، فيما عدا رمضان واحمد فتحي. انت قلت بس ما راحوش للزمالك، راحوا البيراميدز ماشي. عكس الاهلي. الاهلي يمكن الصفقات اللي جت من مثلا من التسعينات، من ساعه رضا عبد العال، كانت رغبه الزمالك ان هو يكمل. صحيح الاول ما كانش اداله وش، وبعد كده جه الاهلي، بعد كده مرورا بقى معتز اينو، كانت رغبه الزمالك ان هو يكمل. عندك كهربا كانت رغبه الزمالك اكيد ان هو يكمل. عندك امام عاشور كانت رغبه الزمالك اكيد ان هو يكمل. حتى بن شرقي كانت رغبه الزمالك ان هو يرجع. النهارده انت بتتكلم في زيزو تمام. الاهلي بالتعاقدات الاخيره اللي جايه من الزمالك استفاد على فكره، استفاد حتى في نوعيه الاختيار، ما بين السن، ما بين الاحتياج، ما بين القيمه الفنيه اللي موجوده هناك اللي بتعود عليه تمام. فاذا يعني حته ان انا عندي شيكات على بياض او شيكات مش عارف مفتوحه او شيكات، اعتقد يعني الامر ده يتقال ليك انت قبل ما يتقال لنا احنا. خلي شيكاتك عندك. يعني اللي يحرم على البيت، اللي يحرم اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. أيوه. خلي يعني قضي انت احتياجاتك الاول. اوكي. فخلينا نقول ان دي كمان واحده من حلاوه الكوره. يعني بص التناول طب هتقول الكلام ده لو الزمالك اخذ رامي ربيعه وياسر ابراهيم، حلاوه الكوره؟ والله يقدر يتكل على الله، مفيش مشكله. اقول لك حلاوه الكوره بس في حاجه ثانيه كمان. يعني من حلاوه الكوره اساسا يعني اللي هي الحته التنافسيه في الانتقالات اللي ما بين الفرق الكبيره على فكره. طبعا يعني ماشي. بتدي
يعني فرحه في الجمهور، تمام، وانتعاشه ودوافع ومعنويات. اوكي، فدي حاجه